هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. مرحبا بكم مستمعينا الكرام مع إشراقة شمس كل سبت، ومن إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الأريترية. بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينية، نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. مستمعي إذاعة الوفاق الإريترية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في مستهل برامجنا لهذا اليوم 26 من يناير للعام 2019 نقدم لكم فقرة عن ثورة فورتو العظيمة بقيادة الشهيد البطل سعيد علي حجاية. فبمناسبة مرور 6 أعوام على تلك الملحمة البطولية، احتفل عدد من النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الذكرى بمنشورات على صفحاتهم الشخصية. فيما يلي نقدم لكم بعضا مما كتبه النشطاء بهذه المناسبة. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. حركة 21 يناير العظيمة تعاودنا للمرة السادسة ونحن في ذكرياتها دون أن نخطو في بادرة إنسانية، حتى لأسر الأبطال الذين قاموا بها، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يقبع في زنازين السادية للجبهة الشعبية، منتظرا صبحا نسج خيوطه ذات يوم آملا من الأحرار أن يفكوا أسر الوطن. أريتريا التي تؤن بويلات الطائفية المقيتة والعنصرية الحاقدة لا تستحق منا هذا الركون الذي لازمنا لعشرات السنين. لا بد من إحداث حراك ثوري يتماهى معه الداخل المسجون. إن الشهيد ودعلي ورفاقه الميامين كانوا يتحينون الفرص لتطهير إريتريا من براثن الهيمنة التي طغت وتجبرت، مقزمة أريتريا في طائفة. ولو كتب لهم النجاح لكانت أريتريا اليوم تخطو خطواتها نحو العدالة والمواطنة. يا أحرار إريتريا، إن ذكريات فورتو تدعونا للتوحد والتعاضد ونبذ الفرقة لفك أسرانا وأسر الوطن. إن الشعوب العريقة تقف في مناسبات كهذه وتؤكد العزم للمضي قدما على خطى أبطالها وإحداث نقلة في تحررها. نحن معنيون أن نحدث ثورة ونجتث الباطل الهرم الذي يتآكل كل يوم ويضعف ليقتات على جبننا وهلعنا. تمر حركة 21 يناير وإريتريا اليوم في أحلك لحظاتها وقد تبتلعها أثيوبيا. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. تمر علينا أحداث فورتو المجيدة، جلية الثبات في تاريخ الشعب الإريتري، وذكرى شهداء لنا مهروا بدمائهم وسطروا أعظم التضحيات. الآن وتزامنا مع ما يحدث في السودان من ثورة عظيمة وبشائر نصرها القريب، وكيف يمكن أن تصبح الشعوب ملهمة لغيرها بحتمية سقوط الطواغيت وكهنة الظلم والقهر القابض على رقاب شعوبها. وشروق الشمس في تلك البلاد البعيدة، إريتريا التي تسكننا كما الولادة، وطن يوحدنا نزفه وإن شبه لهم غير ذلك. التحية لشهداء وأبطال حركة 21 يناير المجيدة ولتضحياتهم العظيمة. رحم الله الشهيد البطل سعيد علي حجاي ودعلي وكل شهدائنا الأبرار. المجد للشهداء. ذكرى فورتو 21 يناير إريتريا. منى محمد صالح. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. في ذكرى فورتو 21/1/2013 المجد للشهيد العقيد سعيد علي حجاي ولكل الذين تم اعتقالهم إثر تلك العملية البطولية من قادة ومسؤولين ومواطنين، والخزي والعار والهزيمة لعصابة الهقدف وأذنابها أينما كانوا. سادمان أبو مصطفى. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. نعتذر لك أيها الفارس الشجاع
أردت أن تحررنا من عصابة إسياس أفورقي وزبانيته، ولكنهم اختاروا الاستمرار تحت عبودية سيدهم، وبرغم خيانتهم لك لم تستسلم، وسجلت عملا بطوليا سوف تذكره الأجيال الحالية والقادمة، يا شهيد الحرية والعدالة والكرامة. نتأسف لك لأننا عجزنا وفشلنا حتى الآن من إزالة هذه العصابة التي كنت تريد أن تحررنا منها أيها الشهيد الفارس. اليوم أنت بدار الحق ورحلت عن دنيانا الفانية، ولم يتغير حالنا. اللهم ارحمه واغفر له بقدر ما قدم لشعبه ووطنه. اللهم اجعل مثواه الجنة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، الخزي والعار لرئيس العصابة وزبانيته، وإلى الأمام حتى النصر. علي حسن. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. قبل 6 أعوام خلت، وقفت ثلة من قادة الجيش الإريتري في وجه الطاغية وأعلنوها داوية من أعلى مكان في العاصمة أسمرا. لم تكن المحاولة الأولى، لكنها كانت دامية مثلها مثل احتجاج جرحى حرب التحرير، وإن فاقتها من حيث مردودها من ناحية تفاعل معظم أبناء وبنات شعبنا الأبي في الداخل وفي الخارج. ونتيجة لسيطرة كلاب أفورقي على الموقف في الساعات الأولى لذلك الفعل الثوري الجريء والمباغت، ارتقى شهيدا أحد أبرز القادة الإريتريين والقائد الفعلي لعملية فورتو المجيدة، العقيد سعيد علي حجاي. كما تم الزج بعشرات من القادة المناضلين من عسكريين وسياسيين أفذاذ في سجون وأقبية نظام أفورقي الشمولي. وكما تحقق استقلال البلاد في العام 1991 بعد نضال تراكمي طويل، منذ ما قبل الشهيد زمات ود أكد والشهيد بهت حقوس، مرورا بالنضال السلمي في الأربعينيات، ثم انطلاق شرارة الكفاح المسلح على يد الشهيد القائد حامد إدريس عواته في عام 1961، مرورا بالمماحكات الإريترية ومعارك عاشور ومصوع ودق محره فتحرير كامل التراب الإريتري، كذلك عمليات خلع نظام أفورقي البغيض وتطهير البلاد من أعداء الوطن، ستحتاج منا إلى محاولات أخرى مدعومة بذلك النضج الثوري ووحدتنا الوطنية كما كانت إبان فترة النضال. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. عملية فورتو 21 يناير. عبد القادر حكيم. فورتو ميلاد حتمية التغيير من الداخل، فهي العملية الحدث، الحركة التي أعلنت بأن الأرض حبلى بالثوار. المجد والخلود للشهيد القائد العقيد سعيد علي حجاي، والحرية والعدالة لصحبه، فليل الزنزانة يتلوه نهار قادم هو التغيير، ولا نامت أعين الجبناء والسجان. صلاح علي أحمد.
سنظل نقاوم قوى الهيمنة والإقصاء ومشاريع الاستيطان والتشريد. 21 يناير ستستمر الثورة والرفض، فلا نامت أعين الجبناء. أبو بكر صايغ. 21 من يناير ذكرى استشهاد المناضل البطل ودعلي. 21 من يناير ذكرى الملحمة البطولية. 21 من يناير ذكرى اليوم التي أعادت إلينا أريتريتنا الحقيقية وذكرتنا بماضينا المشرف. الرحمة على روحك الطاهرة يا شهيد الكرامة والحرية، والخزي والعار للخونة الذين باعوك من أجل مصالحهم الشخصية وسلطتهم المزيفة. 21 يناير ثائرون رافضون للظلم وسائرون على درب الشهيد سعيد علي حجاي ودعلي هلينا. 21 يناير 2013 يوم عظيم للأبطال والرجال الذين هزوا عرش الطاغية وزبانيته. إطلاق سراح كافة المغيبين من أبناء الشعب الأريتري، إطلاق سراح كافة المعتقلين من أبناء الشعب الأريتري، تفعيل الدستور والقانون، تسليم السلطة للشعب الأريتري. الشهيد البطل القائد العقيد سعيد علي حجاي ودعلي، اللهم اجعل الجنة مثواك والحرية لرفاقك الميامين. ذكرى حركة فورت المجيدة، حروي سعيد. مستمعي إذاعة الوفاق في كل مكان، مجددا أهلا ومرحبا بكم. بعد أن استمعنا إلى مشاركات النشطاء الأريتريين حول عملية فورتو وقائدها الشهيد العقيد سعيد علي حجاي ودعلي، نترككم الآن مع حوار الوفاق ومع البروفيسور جلال الدين محمد صالح. الحلقة الثالثة. بروفيسور جلال الدين محمد صالح، الآن دعوني أنتقل بكم إلى محور آخر من هذا اللقاء على إذاعة الوفاق الإريتري. يعني نتحدث عن رابطة علماء إريتريا. في مطلع يناير من هذا العام 2019 افتتحت الرابطة مقرا لها في اسطنبول. يعني حظي الحدث بتغطية إعلامية على عكس كثير طبعا من الأنشطة التي تخص إريتريا يتجاهلها الإعلام ولا تجد طريقها إلى جمهور الشعب. يعني اعتبر الكثيرون أن هذا نهجا جديدا وجيدا، وتابعنا كيف أن الفيديو الخاص بالتقرير الذي تناول افتتاح المقر في مقر رابطة علماء إريتريا في اسطنبول، كيف أن هذا الفيديو يعني انتشر بسرعة البرق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يعني سؤالي، ما الذي يضيفه افتتاح مقر للرابطة في اسطنبول؟ يعني أليس الأقدر بأن يكون مقر الرابطة قريب على الأقل جغرافيا من إريتريا، يعني أو في بلد يعني يقطنه إريتريون بنسبة معقولة كالدول التي تستضيف معسكرات اللاجئين الإريتريين؟ يعني بروفيسور جلال الدين، حدثنا عن مزايا هذا المقر الجديد. فعلا كما ذكرت أن الإعلام تداول وتناول افتتاح مكتب لرابطة علماء إريتريا في اسطنبول بشكل واسع وعريض ومثير للاهتمام.
وفي نظري الأسباب تعود إلى النقاط التالية. أولا، النظر إلى تركيا على أنها تحكم من حزب خلفيته إسلامية، له طموحاته وتطلعاته إلى المجد العثماني كما يقول معارضوه ومتابعوه ومحللو سياساته في المنطقة العربية، ولهذا يسمونهم بالعثمانيين الجدد. ثانيا، النظر إلى تركيا على أنها باتت ملجأ ومأوى للإسلام السياسي كما يطلق عليه هؤلاء المعارضون له والمخالفون له، ومن ثم فإن افتتاح مكتب لجهة ما إسلامية في تركيا يعني في نظر هؤلاء إخفاء لمآرب الإسلام السياسي مهما كانت العناوين الظاهرة، فهم لا ينظرون إلى العنوان الظاهر وإنما يحللون من وجهات سياسية هم يعتقدونها وينطلقون منها. ثالثا، سياسات المحاور التي ظهرت بصورة قوية في المنطقة العربية بعد أحداث الربيع العربي، والعلاقات المتأزمة بين بعض الدول في هذه المنطقة وتحالف بعضها مع تركيا وتحفظ بعضها في هذه أو على هذه العلاقات أو التحركات التركية في المنطقة، جعل بعض الإعلاميين من المنطقة العربية يتناول حدث افتتاح مكتب لرابطة علماء إريتريا من هذه الوجهة ويحلله من هذه الزاوية، فيعتبر أن وجود رابطة علماء إريتريا في إسطنبول هو في النهاية امتداد أو محاولة لخدمة السياسة التركية في منطقة القرن الإفريقي، وهي المنطقة التي يوجد فيها الآن صراع حاد وعنيف بين مختلف القوى السياسية، والوجود التركي في هذه المنطقة ظاهر. ومن هذه الزاوية يعتبرون وجود مكتب لرابطة علماء إريتريا، وإريتريا هي أحد الدول المهمة في منطقة القرن الإفريقي، يعتبرون ذلك خدمة للسياسة التركية. رابعا، تغريدات بعض السياسيين الأتراك من ذوي الاتجاه المعارض للحزب الحاكم، وهذه التغريدة جاءت معاكسة لتغريدة من عضو في حزب العدالة والتنمية، مسؤول مهم، حضر للمشاركة في حفل افتتاح مكتب الرابطة، ثم غرد بهذا الحدث وبهذا الخبر وتناوله من زاويته هو، مما جعل فردا آخر ربما ينتمي لحزب آخر أو يكون مستقلا أو يكون صحفيا عاديا، هو الآخر غرد، ولكن على اعتبار أن هذا نوعا من امتدادات حزب العدالة والتنمية وسياساته في منطقة القرن الإفريقي. وطبعا هذا شيء عادي في تركيا، لأن تركيا تعيش حاليا حالة من الحرية السياسية والديمقراطية المتنامية، فبإمكان كل أحد من الصحفيين والسياسيين أن ينظر ويحلل حدثا ما من الزاوية التي يراها هو. خامسا،
تغريدة وزير الإعلام الإريتري يمانة قبر مسقل، فقد غرد بمناسبة هذا الحدث بما يوحي أنه حدث سيء ومخيف ومهدد للأمن، وأفاد أنه سيتصرف مع هذا الحدث وسيتعامل مع هذا الحدث بالطريقة التي يراها هو مناسب. وفي الحقيقة هو أراد إثارة مخاوف الشريك المسيحي في سبيل استغلال عواطفه الدينية لصالح سياسات النظام الحاكم في أسمرة. وكان من المفترض أن يكون هذا المكتب في الدول المجاورة للوطن. هذا هو المنطق كما قلت في طرحك للسؤال، ولكن سياسات هذه الدول المجاورة للوطن متقلبة بصورة مفاجئة ومتغيرة بشكل يكاد يكون محيرا، وبعض منها كالسودان مثلا واقع تحت ابتزاز النظام في أسمرة وله مشاكله الداخلية، ومن ثم فإن افتتاح مكتب للرابطة في دول كهذا لا يخدم عمل الرابطة الدعوي من جهة، ولا يتناسب مع المهمة الدعوية الكبرى للرابطة، ولا تتمتع هذه الدول بالحرية نفسها التي باتت تسود الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية في تركيا. ومن هنا كان اختيار اسطنبول ليكون مقرا لمكتب الرابطة اختيارا موفقا ومناسبا في نظري ونظر الكثير من عضوية رابطة علماء إريتريا. ومزايا هذا المقر عديدة، منها إنه يمكن الرابطة من الانطلاقة الحرة في ممارسة نشاطها الدعوي. إنه أيضا يمكن الرابطة من بناء علاقات قوية ومتينة مع الروابط المماثلة النشطة في الأرض التركية والمهاجرة إليها. ثالثا، من ناحية أخرى يمكن لأعضاء الرابطة ممن يحملون جوازات سفر أوروبية وأمريكية وأسترالية يمكن لهم الدخول بسهولة دون إعاقة تذكر، وكذلك الأمر لحاملي الجوازات العربية، فدخولهم لا يتطلب أكثر من خطاب دعوة يحرره مكتب الرابطة. لهذا وجود هذا المكتب في إسطنبول مناسب ومريح، وسيمكن الرابطة من القيام بنشاطاتها الدعوية. نسأل الله عز وجل أن يجنبه تآمر الأشرار. أستاذ دكتور جلال الدين محمد صالح، منطقة القرن الإفريقي تمر الآن بتحولات تاريخية دراماتيكية، أنظمة حكم تتلاشى وأخرى في طريقها إلى الصعود، شعوب تقرر مصيرها ومستقبلها بطرق ديمقراطية ودستورية، لكن الحال في إريتريا لا يبدو عليه أي تأثر بما يجري حوله من أحداث. ولا شك من أن الدين هو مكون أساسي في هذه الأحداث. يعني سؤالي، ما هو دور الرابطة المتوقع في هذه المرحلة الحرجة جدا من تاريخ إريتريا؟ يعني بروفيسور لو تكرمت تعطينا فكرة عن رؤية الرابطة وأهدافها يعني وتصورها لما يجري الآن في المنطقة. واضح كما ذكرت أن الأحداث المفاجئة
تتلاحق في القرن الإفريقي، وبات القرن الإفريقي نفسه محط أنظار لشتى الاستراتيجيات المتدافعة والمتصارعة. ولأن الرابط من هذه المنطقة منطقة القرن الإفريقي، فهي لابد أن تكون معنية بها. ولكن نأت الرابطة بنفسها عن الاحتكاكات السياسية، لا لأن السياسة محظورة وممنوعة في دينها وعقيدتها، وإنما لأن رسالتها الأولى هي رسالة دعوية. وفي إريتريا يوجد أكثر من تنظيم سياسي نشط يتحرك ضمن هذه التفاعلات، والرابطة تتابع كل هذه التطورات، وما يهمها في الأمر أن تكون حرية الدعوة إلى الله متاحة لكل المعتقدات الدينية. فالدين جزء أساس من تكوين الشعب الإريتري، وكل الشعوب في العالم لها معتقداتها وأديانها، ومن الضروري أن تكون له حريته في ممارسة نشاطه. تتمنى رابطة علماء إريتريا أن تشهد إريتريا تغيرا جذريا عن الحالة الراهنة التي هي فيها من الانعزالية والانطوائية ومحاصرة الإنسان الإريتري وكبت حرياته العامة والمضايقة عليه في معتقداته الدينية، وإلا فإن البلاد ستنهار بالجميع، وساعتها يتضرر الكل وينتهي السلام ويفقد، وتكون لغة الحروب والاقتتال هي السائدة. وأهداف الرابطة هي بصورة مجملة الاهتمام بالدعوة إلى الله كلمة منطوقة وفتوى مؤصلة وكتاب مقروء. ثانيا الاهتمام بالداعية إلى الله من حيث توفير ما يعينه في أداء رسالته الدعوية. ثالثا الاهتمام بالمدعو من حيث توفير البيئة الدعوية المناسبة من مساجد ومدارس وأوقاف ومعاهد ومنح دراسية للطلاب. هذه هي أهم القضايا الرئيسية التي تركز عليها رابطة علماء إريتريا. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا، ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا. لا نريد بل نعيد مجدنا التالي، مجدنا التالي. موطني مستمعينا الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري.